بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الفل والورد والياسمين، ومساء الورد والفل والياسمين اللي بيشوفوني بالصبح واللي بيشوفوني بالليل. بصوا بقى الفيديو ده حاجة جميلة خالص. هنشوف مفروشات العروسة، وكمان هنشوف علب الفوط. ومش تنسوا كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم عقبال كده أولادكم، واللايك والشير والاشتراك في القناة للي أول مرة لسه بيشوف القناة. بصوا بقى حاجة جميلة خالص. هنشوف بقى العروسة بتجيب كم طقم سرير وكم علبة من علبة فوط، وكمان هنشوف مفارش ليلة الدخلة. حاجة كده آخر جمال. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. في ناس بتحب اللون الأحمر، وفي ناس بتحب اللون الأبيض ليلة الدخلة، وفي ناس بقى اللي هو السمن. يعني هو التلات الألوان دي اللي بتكون ماشية، ومعاهم طبعا الفوش. ده كان للأطفال. طبعا الرسمة اللي بره هي اللي بتكون من جوه، بكون كمان المفرش مكتوب عليه كام قطع. وده هنا الفوط. بصوا هنا بقى فوط مطرزة. العلبة دي فيها 4 فوط. طبعا الأحجام بتكون مختلفة من علبة لعلبة. يعني الحجم اللي زي ده العلبة دي 3 اللي هي مطرزة فيها خرز، دي كده 3 فوط. وطبعا دي بتكون حجمها أكبر، ودي كمان بتكون أكبر حاجة اللي هي الفوطة اللي بتكون لوحدها. دي كمان بتنفع في المناسبات. ليه بقى بتنحط على السبتة؟ خصوصا العرايس اللي بيكونوا متجوزين في الأرياف، بتحط على السبتة وعلى صواني الأكل لما بيكون منقول من حتة لحتة تانية. ودي علبة فوط تانية، دي فيها 4 فوط العلبة دي. طبعا أشكال مختلفة، وكمان بتكون موديلات مختلفة. يعني ايه الشكل العلبة بتكون مختلفة عن التانية. في بقى المطرز، وفي الحفر، وفي اللي بيكون سادة، على حسب بقى العروسة وذوقها. وده هنا مفرش ليلة الدخلة. ده هنا بيكون كده له كرانيش كتيرة كده، وحتى بيكون مكتوب عليه كام قطعة كده من بره. ده مكتوب عليه 16 قطعة المفرش ده. وهنا علبة فوط تانية. ده هنا بقى اللي هو الحفر. دي بتكون 3. وفي هنا كمان علبة تانية 3. هوريكم بقى الخامة عشان ايه تشوفوها كده عن قرب. ده حفر بتبقى حلوة خالص في الاستخدام، وكمان ناعمة. طبعا اسعار الفوط بتتفاوت من موديل لموديل تاني. ده هنا المفارش بقى السرير. دي كده المفارش اللي بتكون منقوشة. ده طبعا في الاستخدام حلو خالص، وخاصة في منها بتكون قطن 100%. يعني مش داخل فيها كمان من اللي هو التاني، اللي هي التانية اللي هو اللي بيقولوا عليها بلاستيك دي. طبعا نفس الرسمة هي اللي بره من هي اللي جوه. ده كمان قبل الاستخدام العروسة بقى بتعمل ايه؟ بتجيب المفرش بتحطه كده في مية بخل قبل الاستخدام. ليه؟ عشان الالوان تكون ثابتة. وكمان وهي بتشتري تخلي بالها كمان من الالوان والخامة، وتفتحي كمان وتشوف الوسع بتاع الملاية قد ايه. عشان في ناس بتشتري وبعد كده بتبص تلاقيه قصير صغير كده يعني. وهنا بقى كوفرتة. الكوفرتة دي 3 قطع. طبعا العروسة بتكون مجهزة الجهاز بتاعها، وتكون بقى حاطاه كده في اكياس عشان اللي تربوا كده. فطبعا كل حاجة بتاخد وقت وكده اما بفتحها. ده هنا كوفرتة. بصوا شكلها حلو خالص. وطبعا غير الكوفرتات اللي هي العادية اللي بتكون قطعة واحدة. ومش تنسوا كده اللايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وتبعت الفيديو لاصحابكم وحبايبكم على الواتس وعلى الخاص. بصوا هنا بقى مفارش سرير اللي هي الاطفال، وكمان في علبتين من اللي هو الفوط اللي هي الاطفال برضو. بيكون بقى مرسوم عليها الاشكال اللي بقى الدباديب والارانب والقطط والحاجات دي. ده هنا كان باللون الاصفر. طبعا دي المجد. كل الحاجات دي برندات معروفة. وهنا المنافس. وده حلو كمان. ده حفر كده بس ظاهر، يعني الرسومات دي ظاهرة كده، بتكون ظاهرة على المفرش وهو مفروش على السرير. ده هنا كمان باللون الاصفر اللي مرسوم عليه بنوتة كده.
وده هنا شغل الستان بقى اللي بيكون على المفرش من تحت. يعني في المتوسط، يعني اي عروسة بتسألني اجيب مفرش قد ايه، بقول لها في المتوسط خالص، يعني اقل حاجة 10 و10. عايزة تزودي بقى براحتك، هاتي بقى اللي انت عايزاه، بس انا بتكلم يعني دي اقل حاجة العروسة تجيبها. طبعا الموديلات حلوة خالص. ده هنا كان الفيروز. طبعا في موديلات بتكون معروفة في كل البراندات، يعني مثلا المجد في منها موديل بيكون حلو خالص، مش في البراند التاني. وفي بقى براند تاني بيكون حلو خالص مش في المجد كده يعني. فانت دوري، مش لازم تجيبي كله شركة واحدة او نوع واحد. واهم حاجة فتحي الحاجة عشان بعد ما تاخديها وتروحي مش ترجعي تندمي وترجعي تاني للبياع، وممكن كمان يرجعها او مش يرجعها. قبل ما تاخدي الحاجة فتحي وشوفي الخامة بتاعتك ايه. ده كمان كان باللون كده البصلي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه بأي حاجة. مش تنسوا بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. وقولوا لي بقى في التعليقات بتجيبوا كام مفرش للعروسة، والعادات والتقاليد عندكم ايه، وانتوا بتسمعوني من انهي محافظة وكده. وعقبال كده اولادكم يا رب جميعا، والفرح دايما عندكم كده.